السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما متعودين مع بعض بنبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا كلنا فرحانين كإعلاميين وجماهير النادي الأهلي. الأهلي بطل الدوري المصري لكرة اليد. يا صباح الإناناس، والأهلي هو الأساس. مهما تروح وتيجي الأهلي هو بطل الدوري. مهما عملت مهما قلت الأهلي برضك بطل الدوري. برضك الأهلي بطل الدوري بنتيجة 24-21، يفوز على نادي الزمالك 24-21. ألف مبروك للنادي الأهلي وكل جماهير النادي الأهلي وكل عشاق النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي. ألف مبروك ليهم وألف مبروك للكابتن محمود الخطيب. عندي خبر قنبلة. افتتاح استاد العاصمة الإدارية الجديدة بسعة 95,000 مشجع. افتتاح العاصمة الإدارية، الاستاد العاصمة الإدارية بسعة 95,000 متفرج في نهائي أفريقيا لكل جماهير وعشاق النادي الأهلي. خليكم فاكرين كلامي ده. طبعا احنا فرحانين جدا، خبر مفرح. احنا كاعلاميين كلنا فرحانين. استاد العاصمة الإدارية أكبر استاد يعتبر في العالم وفي أفريقيا بسعة 95,000 مشجع. هيفتتح لكل عشاق النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي في نهاية أفريقيا. طبعا كلنا فرحانين بالخبر ده، ونتمنى ان الاهلي يوصل للنهائي ويفوز وياخد البطوله ويبقى رقم 11 باذن الله. طبعا كلنا احنا النهارده فاضل كمان على الماتش نهائي كاس مصر بين الاهلي وبيراميدز بكره، ويبقى بعد الماتش باذن الله الاهلي يفوز ويحقق الكاس مع مستر كولر، ودي يبقى حاجه كبيره كويسه جدا للنادي الاهلي. طبعا كلنا نتمنى ان النادي الاهلي يوصل لنهائي افريقيا وياخد البطوله، وبرضك يوم 10 القادم يفوز على بيراميدز ويحقق البطوله باذن الله وكاس مصر. عمر مرموش يمضي لنادي فرانكفورت ده الألماني لمدة 4 مواسم لنهاية 2027. فرانكفورت الألماني، عمر مرموش يمضي لنادي فرانكفورت الألماني. ده حاجة كبيرة جدا في مسيرة عمر مرموش كلاعب في سن صغير وأوروبيا وفي ألمانيا برضك لعمر مرموش حاجة كبيرة جدا. وقبل ما اختم معاكم طبعا ما تنسوش الشير والمتابعة والمشاركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.